السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. تعالوا مع بعض نعمل الفراخ المشوية من على عين البوتاجاز، وطعمها أحلى كمان من الفرن. صدقوني الطريقة هتعجبكم جدا، بس خليكم معايا كده لغاية نهاية الفيديو، وإن شاء الله تعملي أحلى فراخ مشوية من على عين البوتاجاز. معايا كده زي ما انت شايفة ورق لورا وملح وبابريكا وشطة وكزبرة وتوم باودر وبصل باودر وزعتر. حطيت كل التوابل ديت زي ما انت شايفه كده على البصل، وكمان في فلفل اسمر. هبتدي بقى ادعك التوابل دي كلها كويس جدا مع البصل كده. طبعا بقى الفراخ اللي انت بتفضليها، دبابيس، وراك على بعضيها، فرخة سليمة مع بعضها، زي ما انت تحبي. تكوني غسلها كويس جدا. وبعد ما دعكت البصل بالتوابل، هبتدي بقى زي ما انت شايفه كده هدعك الفراخ بالبصل. عايزه اقولك ما بتاخدش وقت وما بتاخدش مجهود ما بتوسخيش كمان مواعين كتير ولا اي حاجه، زي ما انت شايفه كده، وبتخلص بسرعه وطعمها حلو جدا. من الوصفات السهله السريعه اللي طعمها لذيذ جدا جدا. تبتدي كده تمسكي قطع الفراخ قطعه قطعه وتدعكيها كويس بالبصل اللي بالتوابل اللي احنا عملناه مع بعض. وفي طاسة كده زي ما انت شايفة فيها بقى شوية معلقة من الزيت ومعلقة من السمنة. اول لما تسخن كويس جدا، هبتدي احط الفراخ بتاعتي كده تاخد الصدمة بتاعتها. من الجمل اللي سمعتها وعجبتني جدا اللي هي احمد ربنا ان انت عادي، ان انت انسان عادي بتقوم تمارس حياتك بشكل طبيعي. مفيش تعب، مفيش احساس باي تعب في اي حاجة في جسمك. حتى لو في مشاكل بسيطة الواحد بيمر بيها في اليوم بتاعه، بس نحمد ربنا كده لما نصحى من النوم ونلاقي نفسنا عاديين طبيعيين، بنمارس حياتنا بشكل طبيعي. فبجد دي نعمة من عند ربنا سبحانه وتعالى، لازم نحمد ربنا عليها كتير جدا. خلاص ابتدت معايا الفراخ تاخد اللون الحلو ده. طبعا انا كده حطيت البصل بقى اللي دعكنا بيه الفراخ وكل حاجة، حطيت كده البصل وسبتهم بقى يعيشوا ويتعايشوا مع بعض زي ما انتوا شايفين كده. وكل 5 دقايق تروحي تديهم تقليبة بسيطة. وبعد ما عدى حوالي 10 دقايق كده، حطيت طماطماية مبشورة زي ما انتوا شايفين، والمعلقة دي معلقة من هريسة الشطة. زودت بقى من عندي برضو شوية توابل، شوية ملح، تظبطي الملح كده، شوية زعتر، شوية فلفل اسمر. وبرضو كل 5 دقايق 10 دقايق كده تديهم تقليبة، وتهدي عليهم النار كده وتسيبيهم يعيشوا مع بعض. بس كده، مش قادرة اقول لكم طعمها بيبقى حلو ازاي، قد ايه الفراخ دايبة زي ما انتوا هتشوفوها دلوقتي كده. طعمها حلو جدا، جربوها مش هتندموا، مبتاخدش وقت ومبتاخدش مجهود. طعمها لذيذ جدا جدا، وعايزة اقول لكم الريحة كمان كانت حلوة جدا. يا ريت بقى لو وصلتي معايا لهنا كده في الفيديو ما تنسينيش كده بلايك، ونصلي على النبي في الكومنتات كده، ولو حد جربها يقولي رأيه ايه فيها، واستودعكم الله.